بعض الأحيان بنشوف بنات صغيرة ممنوع إن هي تحمل، ولو حملت بيكون في ريسك كبير جدا على حياتها. إيه السبب؟ السبب باختصار هو ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. اتكلمنا قبل كده عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي كله، النهارده هنتكلم عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي نوع محدد اللي هو pulmonary arterial hypertension، يعني ارتفاع ضغط الشريان الرئوي في الارتري بس، اللي هو بري كابيلاري. عايزين نفسر هذه الكلمة. الإمداد الدموي بيتكون من artery يعني شريان، وكابيلاري اللي هي المش الشبكة، وفين اللي هي الأوردة. يبقى artery capillary veins. ارتفاع ضغط الشريان الرئوي او pulmonary arterial hypertension مخصص ليه الجزء الاول اللي هو الارتري بس، وده مرض رخم جدا لانه مرض غالبا بيكون ايديوباثيك يعني غير معروف السبب، وممكن يكون وراثيا، وممكن يكون بسبب ادويه، وممكن يكون بسبب امراض الانسجه اللي هي الكونكتيف تيشو ديزيز يعني الامراض المناعيه، وممكن يكون بسبب الايدز او الاتش اي في. الاعراض بتاعته تبقى ضيق في النفس، اغماء، ارهاق وتعب عام، الم في الصدر، ممكن يكون زرقان في الوش او في الاطراف. بيتشخص عن طريق الايكو كبدايه، يعني اول ما نشك في هذا المرض بنعمل ايكو ونقول للدكتور اطمن لنا على الجزء الايمن من القلب، بيشوف علامات لانهاك الرايت سايد او الجانب الايمن من القلب. من الحاجات المهمه جدا في الايكو بيشوف لنا حاجه اسمها التي ار في، التراكاسميد ريجرجيتيشن فيلوسيتي، والتابسي. دول اهم حاجتين. طبعا عشان نقول ان في ارتفاع ضغط الشريان الرئوي لازم قسطره على الجانب الايمن من القلب. القسطره هي اللي بتبدا التشخيص وهي اللي بتتابع العلاج، فهي البدايه والنهايه. عشان نشخص ضغط الشريان الرئوي لازم 3 شروط. اول حاجه ارتفاع ضغط الشريان الرئوي اكتر من 20، وبالمونر فاسكولار ريزيستنس اكتر من 2، وبالمونر ويدج بريشر اقل من 15. علاجات ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بتتكون من 6 مجموعات تقريبا. اجمالا ممكن نقول ان هي بتتكون من سيلدينافيل واخواته، والكالسيوم شانل بلوكر واخواته، وبروستاجلاندين الالو، والاندوثيليال ريسبتور انتاجونست. قلنا في الاول ان بنت تمنع من الحمل. الاشخاص اللي عندهم ارتفاع ضغط الشريان الرئوي او البنات عموما بيمنعوا من الحمل، ولازم يمشوا على كونترسبتيف بيلز او ادويه منع الحمل، يعني لان ارتفاع ضغط الشريان الرئوي في الحوامل بيرفع الضغط زياده، ممكن يهدد حياه الطفل والام كمان. فلو بنت عندها ارتفاع ضغط الشريان الرئوي للاسف تنصح الا تحمل. والسلام عليكم.